يا صباح الفل. فضيحة في ملعب البيت في قطر بهزيمة منتخب مصر من منتخب الأردن 3-0 مع الرأفة. هزيمة ما حصلتش قبل كده لمنتخب مصر من منتخب عربي. مش هرمي باللوم على كابتن حلمي طولان اللي اتورط في قيادة المنتخب ده. هو اختاروا حلمي طولان ازاي؟ اللجنة الفنية اللي حلمي طولان واحد منها قاعدين بيختاروا اسم من 3. فخارج هنا بريدة من الاتحاد عدى عليهم: ايه يا جماعة اخترتوا حد؟ لسه بنختار. طب يا حلمي ما تمسك انت الفريق ده. هو ده اللي حصل، ده الكلام ده على لسان كابتن حلمي طولان. فتخيلوا التخطيط للكرة المصرية ولسمعة الكرة المصرية بيتم كده. ده رئيس الاتحاد اللي بنتكلم عنه. ف منتظر ايه؟ منتظر ايه من شوية فشلة؟ وزير فاشل أشرف صبحي، رئيس اتحاد فاشل هنا بريدة، رئيس رابطة فاشل أحمد دياب. منتظر إيه؟ ولا أي حاجة. يعني أكتر حاجة بقى صادقة جدا اتقالت امبارح هو اللي قاله كابتن هيثم فاروق. قال: إلى كل من ينتمي إلى الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، مصر كبيرة عليكم. ودي حقيقة. احنا خدنا على قفانا في منتخب كابتن أسامة نبيه وخرجنا من الدور الأول. منتخب كابتن أحمد الكاس خرجنا من الدور الأول في كأس العالم. والنهاردة بنخرج من كأس العرب من الدور الأول. فالدور على المنتخب الأول ونشوف الدنيا فيها إيه. ربنا يستر. الفشلة دول طول ما هم بيقودوا الكورة أو الرياضة في مصر فإحنا رايحين من سيء لأسوأ. السلام عليكم.